طبعا بعد فيديو المشتريات اللي فات اللي جبت شويه حاجات ب 25 يورو عدى المليون مشاهده والموضوع عجبكم، فخدوا من ده كتير. والناس اللي عماله تقول لي يا ولاء الليدل مقاطعه، والله ما دخلت الليدل يا جماعه. الحاجات اللي في الفيديو اللي فات اقسم بالله كانت مليون سبين. المره دي بقى الحاجات دي من الام دي. عايزه اقول لكم بقى ان اختكم بقت شاطره قوي وبقت عارفه الحاجات الخاصه بالدايت، حاجات مكتوب عليها لايت وحاجات مكتوب عليها سينزو جريسو. جبت لبن لايت. قبل ما اقول لكم بقى انا جبت ايه، انا نزلت عشان اجيب شويه توم على شويه فلفل اخضر ناقصين عندي، لقيت نفسي سرحت وجبت شويه حاجات بحوالي 15 جنيه 15 يورو يعني. وده لبن تاني برضو. وجبت بنجر، كيس جرجير، جبت موتزاريلا لايت يا جماعه ب 90 سنتيم تقريبا او 90 قرش. وجبت كمان شاي للتخسيس، ربنا يخلي لنا جوجل ترانسليت. وجبت الكيس ده فيه فلفل الوان، ده يا جماعه كان بجنيه وريال. وطبعا طماطم، جبنه لايت. انا فرحانه بشبابي قوي، انا فرحانه بنفسي قوي. وجبت كمان كاموميل عشان اشرب كوبايه كده قبل ما انام تهدي اعصابي وانام. وجبت توم، دي يا جماعه كانت بيورو. وجبت كمان لسان عصفور ومكرونه سخنانه قوي قوي اصغر من لسان عصفور، بس قلت هستعملها زي لسان عصفور. جماعه جبت بلو بيري. بلو بيري ده هحطه على الزبادي اللايت، واخدين بالكم، وشويه عسل كده عشان اختكم بتموت في الحاجه الحلوه. جبت كمان كابوتشايه بيورو. جبت كمان شمامايه بيورو وريال. مايونيز لايت. وجبت فلفل اخضر، يعني حبه بسيطه كده اهو زي ما انتم شايفين، يعني دول كانوا تقريبا ب 60 قرش. جماعه بصوا جبت ايه، جبت فجل. عارفين الفجل الاحمر الصغير ده اهو. طبعا انا معرفش طعمه ايه والمفروض اغسله ولا لا. المفروض اغسله، بس استنى هغسله وادوقه. انا غسلت واحده هدوقها. بسم الله. فجل مسكر شويه. الفجل ده جامد قوي. اخر حاجه بقى جبتها عيش تورتيلا وعيش شوفان. عايزه اقول لكم ان انا سرشت كويس جدا، والحاجه دي ملهاش علاقه خالص باي دهون ميالي او خنزير او الحاجات دي. انا ترجمتها حته حته عشان انا عارفه ان كل حاجه هنا مشكوك فيها. يا ريت بقى اللي وصل لحد هنا في الفيديو يصلي على النبي كده في الكومنتات ويقول لي عايزين الفيديو اللي جاي بكام يورو.